السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض شوربة عدس بطريقة سهلة وبسيطة، وبإذن الله أنا متأكدة إن شوية العدس دول هيعجبوكم. وأنا مقدمة هنا العدس مع رز أبيض، وده كده عدس بالشعرية. هتقدميه مع عيش متحمص. تحمصي العيش كده، تقطعيه وتحمصيه بمعلقة سمنة على البوتاجاز في طاسة. ما بياخدش معاكي 10 دقايق وبيبقى طعمه زي العسل. بإذن الله هيعجبكم زي ما انتم شايفين، بيبقى لونه كده. اتبعي الفيديو للآخر وانت هتعملي أحلى شوربة عدس معايا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وهنا معايا العدس اللي هو بشعريه، مش معجن، مفلفل كده معايا. هقول لك السر دلوقتي. الشعريه كده مش ملزقه ببعضها زي ما انتم شايفين، واضح كده معايا. مفلفل الواحده بوحدتها. ان شاء الله هتعجبكم الطريقه. وتعالوا بقى نبدا الطريقه مع بعض. نبدا الاول نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنزل بقى بشويه زيت في الحله، معايا 5 فصوص من الثوم مفرومين. هبدا كده اديهم تشويحه بسيطه خالص، مش هغمقهم عشان ما يمررش